في أصوات كده أول ما بنسمعها بنحس إننا رحنا في حتة تانية خالص. ومن غير شك واحد من أهم الأصوات دي هو صوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي، صاحب الحنجرة الذهبية. النهاردة هنتكلم عن قصة حياته اللي هي بصراحة مبهرة، من أول النبوءة اللي اتقالت قبل ما يتولد لحد ما بقى سفير القرآن اللي لف العالم كله. يلا بينا. الحكاية كلها بتبدأ قبل ما الشيخ الطبلاوي نفسه يتولد أصلاً. يعني والده الحاج محمود كان راجل بسيط وتقي، وكل أمنياته في الحياة إن ربنا يرزقه بولد ويكون من أهل القرآن. راح لشيخ من الصالحين، والشيخ ده بصله وبشره وقال له جملة كانت بداية كل حاجة: أبشر، ربنا هيديك ولد صوته هيزلزل الدنيا. كأنها كانت علامة، إشارة بتحدد مصير أسطورة صوتية لسه جاية. وبالفعل النبوءة دي اتحققت. سنة 1934 اتولد محمد الطبلاوي، ومن أول يوم كأن حياته كلها كانت مرسومة لهدف واحد بس: خدمة القرآن الكريم. علامات النبوغ دي بانت عليا بدري قوي، يعني وهو عنده 4 سنين بس دخل الكتاب. شيخه الشيخ غنيم الزويلي هو اللي لمحه، شاف الموهبة اللي مش عادية دي وبدأ يركز معاه بشكل خاص، والنتيجة كانت مذهلة. تخيلوا طفل عنده 9 سنين يكون حافظ القرآن الكريم كامل، والأغرب من كده إنه وهو عنده 10 سنين بس بقى بيقرأ في المآتم والعزاءات الكبيرة. الناس كانت بتسيب العزاء نفسه وتقعد تسمع الطفل الصغير ده وهو بيقرأ بخشوع ووقار الكبار. ده كان حتى بيلبس العمة والقفطان ويمشي بمشية الشيوخ الكبار. طيب، هل الطريق للنجومية كان سهل؟ أبداً. المحطة الأصعب في حياته والمعركة الحقيقية كانت مع الإذاعة المصرية، ودي بقى قصة لوحدها، قصة بتورينا يعني إيه إصرار بجد. تخيلوا معايا الموقف. سنة 1957 الشيخ الطبلاوي بكل الثقة في موهبته يروح يقدم في الإذاعة لأول مرة، والنتيجة اللجنة ترفضه رفض قاطع. طيب ليه؟ قالوا له بصراحة صوتك قوي جدا، بس ناقصه حاجة مهمة، ناقصه دراسة المقامات الموسيقية عشان تقدر تتحكم في التنقل بين النغمات دي بسهولة. وهنا بقى بنشوف عظمة شخصيته بجد. أي حد تاني كان ممكن يحبط ويقول خلاص، لكن الطبلاوي لا، بالعكس تماما. قرر إنه هيشتغل على نفسه. عمل إيه؟ قعد سنين يسمع بس لأساطير التلاوة زي الشيخ رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل. بس النقطة المهمة إنه ما كانش بيقلدهم، هو كان بيستوعب الأصول، بيفهم الصنعة عشان يبني أسلوبه الخاص بيه هو، مش عشان يبقى مجرد نسخة من حد تاني. الرقم ده محتاجين نقف عنده شوية. 9. الموضوع متكررش مرة ولا 2. الشيخ الطبلاوي راح الإذاعة وقدم واترفض 9 مرات كاملة على مدار أكتر من 10 سنين، وهو بيحاول ويفشل. 9 محاولات كانت كفيلة تكسر أي حد وتخليه يستسلم، لكن في حالة الطبلاوي هي دي المحاولات اللي كانت بتبني الأسطورة بتاعته. وأخيراً في المحاولة ال10 سنة 1970 دخل على اللجنة، والمرة دي اللجنة كان فيها قامات كبيرة قوي. وأول ما بدأ يقرأ، رئيس اللجنة خبط على الترابيزة قدامه وقالوا الجملة اللي بقت للتاريخ: يا طبلاوي انت كنت فين من زمان؟ ده صوت كامل مفهوش غلطة واحدة. لحظة بتلخص ازاي الإصرار ممكن يحول سنين من الرفض لانتصار تاريخي. خلاص، بعد ما دخل الإذاعة شهرته انفجرت. طيب، إيه هو بقى سر الحنجرة الذهبية دي؟ إيه اللي كان بيخلي صوت الشيخ الطبلاوي مختلف عن أي حد تاني؟ بصوا، سر الصنعة كله كان في التحكم المذهل في طبقات صوته. كان عنده القرار والجواب في أعلى مستوياتهم. القرار اللي هو الطبقات المنخفضة كان صوته فيها رخيم وعميق كأنه جاي من أعماق الأرض، وفي نفس الوقت الجواب اللي هو الطبقات العالية كان بيوصل لدرجات حادة وقوية بشكل مش طبيعي. والعبقرية كلها كانت في التنقل السلس ده بين الاتنين. دي كانت المدرسة بتاعته. ده غير بقى حاجة تانية كانت بتميزه قوي: النفس الطويل. كان عنده قدرة إنه يقرأ آيات طويلة جدا في نفس واحد وبنفس القوة من أول كلمة لآخر كلمة. تخيلوا إن صوته كان قوي لدرجة إن مهندسين الصوت في الإذاعة كانوا بيعانوا. الميكروفونات القديمة ساعات كانت بتصفر من شدة وقوة الصوت، وهو نفسه كان بيشوف إن الموضوع مش تكنيكه بس، كان دايما يقول إنها منحة ربانية. أنا بقرأ باللي ربنا بيفتحه عليا، مش بحسابات الورقة والقلم والموسيقى. طبعاً موهبة بالحجم ده ما كانش ينفع تفضل جوه مصر بس. الشيخ الطبلاوي بصوته ده اتحول سفير للقرآن الكريم، سافر بيه حرفياً لكل حتة في العالم. الرقم ده لوحده بيحكي قصة. أكتر من 80 دولة. الشيخ الطبلاوي زار أكتر من 80 دولة، بيوصل رسالة القرآن صوت ما كانش محتاج أي ترجمة عشان القلوب تفهمه. ومواقفه العالمية دي حكايات لوحدها. يعني تخيلوا إنه نال شرف قراءة القرآن جوه الكعبة المشرفة نفسها، ودي حاجة كان كل ما يحكي عنها عينيه تدمع. وفي مرة في اليونان كان بيقرأ قدام جمهور محدش فيهم بيتكلم عربي، ورغم كده لقى الناس كلها بتبكي.
لما سألهم بتبكوا ليه وانتوا مش فاهمين، ردوا عليه قالوا صوتك لمس قلوبنا. ده غير طبعا انه قرأ قدام ملوك ورؤساء كتير، وكان بيتم استقباله استقبال الملوك فعلا. طيب ورا الصوت الأسطوري ده كله كان في إنسان. في الجزء الأخير ده خلينا نقرب أكتر من الجانب الإنساني للشيخ الطبلاوي ونشوف النهاية الملهمة لرحلته. الشيخ الطبلاوي كان زي ما بنقول كده ابن بلد بجد. كان بيعشق يقعد في منطقته في ميت عقبة وسط أهله وناسه، وكان معروف بكرمه الشديد. يعني عمره ما اتأخر عن مناسبة لحد من جيرانه، فرح أو عزاء. ولما مسك منصب نقيب القراء ما دخلش عشان المنصب، لا، ده خاض معارك حقيقية عشان يدافع عن حقوق زمايله ويحسن معاشاتهم ويضمن لهم حياة كريمة. يعني لو بصينا على الخط الزمني ده هنشوف ملخص رحلة عظيمة 86 سنة كاملة. رحلة بدأت بنبوءة وعدت على طفل عبقري ختم القرآن وشاب كافح عشان ينتصر في معركة الإذاعة، وانتهت بإرث صوتي خالد هيعيش لأجيال وأجيال جاية. وكأن ربنا سبحانه وتعالى أراد يكافئه بنهاية تليق بالرحلة دي. الشيخ الطبلاوي توفى يوم 5 مايو 2020. اليوم ده كان موافق 12 رمضان، يعني فارق الحياة بهدوء وهو صايم وفي شهر القرآن وحواليه أهله وكل اللي بيحبوه. نهاية فيها سكينة وجمال. قصة الشيخ الطبلاوي في النهاية هي مزيج فريد بين الموهبة الإلهية والإصرار البشري اللي ما يعرفش المستحيل. قصة بتعلمنا إن طريق أي حاجة عظيمة محتاج صبر ومحتاج إيمان بالهدف ممكن يهدم أي سور. والسؤال اللي هنسيبه للكل يفكر فيه هو: يا ترى إيه أكتر حاجة في رحلة الشيخ الطبلاوي، رحلة الكفاح والإيمان دي، أثرت فينا أكتر؟